وبس. هو إيه معنى السعادة؟ هل هي في لحظة فرح عابرة ولا إحساس مستمر بالراحة والسلام؟ في الحقيقة السعادة المسيحية مش في إزازة خمر ولكنها في العلاقة مع الله. السعادة في النشوة الروحية اللي بتحصل عليها لما نعيش مع المسيح ونتغير بقوته المجدد. في الحقيقة السعادة في العلاقة مع الله. السعادة إنك تحكي عن ربنا بطريقة طبيعية بدون تكلف، إنك تختبر عمل المستمر في حياتك نتيجة القوة الروحية اللي بتجدد نفسك. اصل السعاده هي ان انت تلاقي ربنا كحقيقه حيه محييه. المسيح هو الحياه والنور، ولما تستمد حيويتك منه هتشعر بالسعاده الداخليه الحقيقيه. النقطه التانيه، السعاده في تغيير افكارك. السعاده في تغيير افكارك. نوع الافكار في دماغك هي اللي بيحدد سعادتك. طرد الافكار السلبيه واليأس والاحباط هو مفتاح السعاده الحقيقيه. السعاده الحقيقيه مش في الظروف الخارجية لكنها في سلامك الداخلي، في طريق سلطاني للسعادة، وهو احفظ قلبك خالي من الحقد واحفظ عقلك نظيف من القلق. عيش ببساطة، انتظر القليل واعطي الكثير. املى حياتك بالحب وانشر الفرح من حولك. انسى نفسك وفكر في الآخرين وافعل معاهم ما تحب أن يفعلوه بيك. في تدريب 7 أيام للسعادة الحقيقية. جرب تعيش الطريق السلطاني للسعادة لمدة أسبوع، ولو ما حصلتش على النتيجة المرجوة فاعلم إنك في شقاء عميق. الطريق السلطاني يحتاج لقوة عقلية وروحية مع بعض. قرارك اليومي سعيد أم شق. لما تصحى الصبح عندك اختيارين، يا تكون سعيد يا تكون شق. قرر لنفسك كل الأشياء تسير بسهولة ويسر، أو قرر الحياة جميلة وأنا سعيد. لما تؤمن بالكلمات دي هتشوف أثرها بوضوح في حياتك. في الختام، السعادة مش مجرد إحساس مؤقت لكنها أسلوب حياة. ابدأ النهاردة وعيش بسعادة حقيقية مع المسيح. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.